هل الطبيب اللي يعاود يولي لجوجل ولا شات جي بي تي هو طبيب حابس وما يعرفش؟ هذه معلومة خاطئة وتعكس الفهم الخاطئ للمجتمع وكذلك حتى لطلبة الطب حول مهنة الطب وحول الطب الحديث. أولا خصنا نفهموا بلي كاينة حاجة عند الدول اللي تحترم نفسها يقولها سي ام اي بوينت ولا لا فورماسيون ميديكال كونتينيو. هذه في واحد الدول يطلبوا من الطبيب بعد اللي كمل قرايته، يعني ماشي معناتها تكمل 7 سنين تاع دراسة الطب وتزيد موراها 4 سنين تاع التخصص معناتها سي بون راك كملت مع الطب، لا، مستحيل تكون تعرف قاع الطب بعد هاد السنوات تاع الدراسة. خاصك دائما دير دي فورماسيون كونتينيو، دائما تزيد تقرا، تروح تحضر المؤتمرات، تدخل دي فورماسيون، هادو يعطوك نقاط على حساب الساعات، يعطوك نقاط، هادوك النقاط تطلبهم منك الوزارة ولا المديرية تاع الصحة تاع البلاد اللي تخدم فيها كل سنة باش يجدوا لك رخصة المزاولة تاع الطب تاعك. فكيما هاك تتمشى، المفروض تتمشى في الطب، لأنه الطب الحديث قائم على الدراسات، قائم على الإحصاءات، قائم على الدراسات اللي كل سنة تخرج بزاف دراسات جديدة وتغير من كيف يعني نقدموا الخدمة الصحية للمريض، صح؟ فالمفروض أنه المريض يدير ثقة أكثر في الطبيب اللي يرجع للجوجل باش يشوف، يعني طبعا ماشي يرجع لجوجل باش يشوف فيسبوك ولا يشوف حاجة، وإنما يرجع باش يشوف مقالات علمية، يشوف لي باز دو دوني كيما الفيدال، ولا يرجع للشات جي بي تي في حالات اللي الانتيليجنس ارتيفيسيال نتاعهم فيها بزاف. مثلا ترك بغيت تشوف دي زانتراكسيون ميديكامونتوز، يجيك مريض يشرب 10 تاع الادويه مثلا، انت ما راحش تعرف كطبيب، مستحيل تعرف كاع لي زانتراكسيون ميديكامونتوز يعني التفاعلات بين الادويه. تروح تدخل هذيك 10 ادويه للشات جي بي تي تقول له اعطيني التفاعلات الممكنه بين هذه الادويه، وتروح بصح لازم طبعا مازلنا ما نديروش الثقه عمياء في الانتيليجنس ارتيفيسيال، خصنا نعاودوا نراجعوها وناكدوها في الفيدال مثلا. ف... فهذه مثلا تخليك تقدم خدمه افضل للمريض تاعك كي تروح تراجع لي زانتراكسيون ميديكامونتوز عن طريق الشات جي بي تي، لانه مستحيل تكون تعرف كاع لي زانتراكسيون ميديكامونتوز. وهذاك الطبيب اللي يطيح يعرف كل شيء وعمره ما يقول الله اعلم، وكي يسقسوه دائما يجاوب ويتصدر في كل الاشياء اللي كاينه في واحد لا جينيراسيون فاتت، عمره ما يقول انا ما نعرفش، ولا دائما يطيح يعرف كل شيء، وعمره ما يرجع لي كوليك تاوعه باش يسقسيهم ولا يشاورهم، يدي ديسيزيون كوليجيال، يدي ديسيزيون شغل مع الزملاء تاوعه، ما يديهاش وحده. هذا هو اللي خصك تحرز روحك منه وما ديرش فيه الثقه، اللي عمره ما يطيح من العود كيما نقولوا حنا، صح؟ هذه رساله كذلك لطلبه الطب، انه خصك تعاود دائما تريفيزي، دائما تراجع حتى تخرج روترات وانت تقرا. هذا هو المشكله تاع الطب، حتى تخرج روترات وانت تقرا. والصيدله نفس الشيء، الصيدله عمرك ما راح تعرف كاع الادويه، خصك دائما تعاود ترجع تقرا. فهمتوني؟ فهذه هي ان شاء الله تكون فهمتوا الفكره، انه نشوفها باللي مهمه بزاف بزاف، والتصور مازال خاطئ عند بزاف مرضى وطلبه الطب. اخطر من ذلك انه طلبه الطب مازالهم متوقعين باللي خصه كي يكمل يخرج بالدبلوم تاع ميديسين يكون يعرف كل شيء. كاش هذه مستحيل، انسان علمه محدود وعلمه نسبي، لازم دائما تحاوزه بالقرايه. صحيح، هذه هي، والله اعلم. السلام عليكم.